احمد حلمي مؤخرا افلامه وحشه جدا، تتفرج عليها وتحس ان انت زعلان ان ممثل موهوب زي ده ضيع نفسه باختياراته الفنيه، وتقرر انك مش حابب الشغل اللي هو بيعمله ده، فترجع زي الشاطر تتفرج على افلامه القديمه اللي مليانه ابداع. فتعالى سريعا نتكلم عن ماضي احمد حلمي اللي كلنا بنحبه، وفي الاخر هنناقش ازاي ضيع نفسه، ازاي احمد حلمي دمر موهبته، وايه اللي وصله لانه بقى اكتر ممثل دمر نفسه بنفسه. كل ده واكتر بكتير بقدمه مع مشروع زحل. فيلا بينا نبدا في الفيديو. عندنا النهارده 10 افلام حلوين، علشان بس تبقى فاهم معايا احنا هنقيم الحلو ده من الاوحش للاحلى، وهنلعب لعبه ظريفه كده ان انا قبل كل مركز هقوله هديك 3 ثواني تفكر، ولو جاوبت صح قول لي جبت كام من 10 في الكومنتات. في المركز العاشر 3 2 1 صايع بحر. في المركز العاشر معانا واحد من اغرب الافلام اللي قدمها حلمي، وهو فيلم صايع بحر، واتقل عليا وهقول لك ليه. الفيلم بيتكلم عن حنتيره الشاب الاسكندراني الضايع، هو واصحابه الضايعين اللي زيه بيتوهوا في الدنيا بين تحقيق الاحلام والحب. سلاحهم في الدنيا هو الفهلوه والمصالح وتشغيل الدماغ، فكل ده هيودي حنتيره واصحابه لفين في الاخر؟ ده اللي بيناقشوا الفيلم. حلمي لما عمل الفيلم ده وقتها كان في بدايته ولسه حلم صغير كده بيشق طريقه، وبسبب نجاحه في برامج الاطفال بعدها على طول بقى بطل رئيسي وبيستهدف جمهور واحد وهو العائلات. يعني فيلم ميدو مشاكل هو جمهور عائلات، لكن صايع بحر فيه مشاهد مؤثره قوي، دراميه زياده حبتين ثلاثه على الاطفال والعائلات، في شويه كوميديا مواقف يعني تمشي للكبار فقط، زي مشهد بدريه طلبه ومشهد الكابينه. وزي ما قال حبيبنا محمد حلمي في الفيديو بتاعه، قال عنه انه فيلم تايه بين الكوميديا بس والكوميديا السوداويه، كان ممكن يبقى في مكانه فيلم ثقافي او اوقات فراغ، لكن ضيع الفرصه وركز على باقي الشخصيات. زي شخصيه ريكو ملوش قصه ولا مشاهد لحياته، تحسه روبوت كده اتعمل علشان الفيلم ما بقاش من انجح الافلام كايرادات لحلمي بسبب المشكلتين دول، بس الاكيد ان في ناس حبت الفيلم ده، وكل ما تستكشفه بتلاقي فيه تفاصيل حلوه، وكفايه انك بتشوف في اسكندريه الشعبيه مش اليكس، اسكندريه، وده اللي خلاه يدخل القايمه على حساب افلام تانية ليه. يلا بينا رقم 9. 3 ثواني بتوعك يا باشا. 3 2 1 فيلم جعلتني مجرما. جعلتني مجرما بيتكلم عن رشدي اباظه كريتيف الاعلانات، واللي بسبب خلاف بينه وبين رجل الاعمال ادهم بنته بتورط رشدي في مصيبه، واللي خطفها علشان ينتقم من ابوها، وبنشوف الاتنين في رحلتهم سوا ازاي بيتعلقوا ببعض، وبنشوف وسط كل ده العبث الخام اللي بينهم. الفيلم ده زي ما صايع بحر بيحببك في اسكندريه الشعبيه في الشتاء، ده بيحببك في الساحل ومارينا زمان في الصيف. فيلم جميل جدا، وطبعا اللي رفعه عمنا حسن حسني، وركز لي مع الشخص ده عشان هنحتاجه قدام، ولو عايزين حلقه عن حسن حسني اكتبوا لنا في الكومنتات. الكوميديا في الفيلم حلوه جدا، المفارقات لذيذه، ومن الافلام اللي ايقاعها سريع مش ممل، وكل دور لايق على صاحبه، سواء ميسره او يوسف عيد الله يرحمه او كريمه السكرتيره او محمود البزاز مش كانش ينفع اقول كده، ومحمد شرف المعلم مشمش. وهنخلي الكلام عن محمد شرف في مسيره احمد حلمي للاخر، لانه في نظري ما يقلش عن دور حسن حسني في افلامه. وطبعا من ألذ الحاجات هي اغنيه حماقي بتاعت جاهز يا معلمي الرقم 8. يلا بينا. 3 2 1 بلبل حيران. بلبل حيران هو فيلم بيحكي عن شاب بيحلم بالبنت المثاليه والبرفكشنزم، وبسبب كده وبسبب انه شخص متردد بيلبس نفسه في حوارات مع كذا بنت وهم ياسمين وهاله، لحد ما تظهر في حياته الدكتور امل. والمفارقه ان ده اسم ايمي سمير غانم الحقيقي، لو ما كنتش اعرف ان اسمها امل وكده، مش عارف ده لازمته ايه بس قلته. يعني فيلم لطيف وجميل. اجمل حاجه في الفيلم ده انه خلاني استقبل شيري وزينه في الكوميدي، يعني شيري عادل ما كانتش بتضحك في امير البحار، تعالى بقى نكون متفقين يعني، وزينه طبعا كده كده بعيده عن الكوميديا، بس اكيد ايمي كانت اضافه جامده للفيلم. الفيلم صورته حلوه كده تحسه مصروف عليه مش بحسد والله. شكل الفيلم من احلى اشكال الافلام اللي بتتقدم اخر 5 سنين رغم انه من 2010. متخيل كوميديا المفارقه عظيمه، والخطه اللي البنات عملوها فيه. بس تعالى بقى ايه نختبرك كده نشوف انت قد ايه شاطر. في هنا حاجه ناقصه ومش هقول لك هي ايه، هسيبك تجاوب عليها في الكومنتات، وعلشان اسهلها عليك شويه هو شخص مهم جدا في افلام احمد حلمي ما كانش موجود في الفيلم ده، بس في حد تاني، وهنعمل اعمل بلور يا ابني، اعمل بلور يا ابني. الحد التاني ده شال وازن الدنيا. قول لي بقى هو مين في الكومنتات. يلا بينا رقم 7 3 2 1 ظرف طارق. ظرف طارق من ضمن ثلاثيه افلام 2006 الجامده. الفيلم بيتكلم عن طارق عمر ابو الوفا، الراجل اللي شغال في شركه اتصالات، وبيطلب منه حد خطير جدا يجيب له بيانات عن حبيبته اللي سرقته ساره المهدي، علشان يقع طارق في حب ساره اللي كان المفروض يتجسس عليها ويقرر يحميها بدل ما يسلمها لفادي عطاويه. وبعدها على طول بنكتشف المفاجاه. الفيلم ده بحسه حاله يا جدعان، تحسه فيلم بيفكرك بموبايلات النوكيا القديمه ورسائل الاس ام اس قبل الواتساب، خصوصا اغنيه طبعا اغنيه واللي كانت لوحدها فيديو كليب بيتذاع في القنوات. هتسالني انت يا ابني بتضحك ليه؟ الاغنيه حزينه فشخ والواد هيقطع شرايينه وبتاع. اقول لك بفتكر الميمز اللي اتعملت عليها، الشباب بتوعنا الله ينور ما سابوهاش وقلبوها ميم. الفيلم فيه تمثيل ولا اجمل من نور، وكوميديا مش طبيعيه من خالد الصاوي ومجدي كامل، وطبعا يوسف فوزي ومحمد شرف. الفيلم فيه مشهد درامي وهو مكالمه احمد حلمي، وانا ممكن عادي جدا اصنف المشهد ده من اجمد المشاهد الدراميه اللي عملها في حياته. يلا بينا الرقم 6 3 4 3 4 3 2 1 مطب صناعي. فيلم مطب
مطب صناعي بيحكي عن ميمي اللي كان بيسافر من الاسماعيليه للقاهره علشان يحقق احلامه ويلاقي اللي بيدور عليه هناك، واللي هو بالمناسبه هو مش عارفه، يعني هو مش عارف هو رايح يدور على ايه هناك، لحد ما بيشتغل حاجه ما بيحبهاش، فبيلاقي نفسه في موقف بيحمي فيه طفله بنت رجل اعمال من اهلها بعد ما ابوها اتصاب، وبعد ما ابوها اتصاب بيحملوا رعايتها بشكل كامل من قرايبهم اللي بيكرهوهم. فيلم بنشوف فيه دويتو حلمي ونور من تاني، ما فيهوش شرف ولا حسن حسني، بس ما يمنعش انهم كانوا حلوين وخصوصا عايزه تابعوه. قصه غنيه جدا بتتكلم عن ناس كتير مننا مش عارفين يلاقوا احلامهم في مكانهم، وبيضطروا يتغربوا ويعيشوا ظروف صعبه عليهم علشان يحققوا احلامهم. وطبعا استكمال لعنصر الاغاني الجامده في افلامه، فعندك اغنيه كوميدي زي الاغنيه بتاعت انا لما حبيبتي هتكبر، وعندك الاغنيه الحزينه قوي زي رجعت للصفر، الاغنيه اللي انا نفسي بحبها جدا. يمكن عنصر الكوميديا والاداء هو اللي مخليني مطلع الفيلم ده لمكانه اعلى، وانه بيوازن بين الكوميديا والفكره اللي بتقدم حاجه حقيقيه وبنعيشها. ونخش بقى على التوب 5. يلا يا باشا الجهاز بتاعك الجميل. 3 2 1. فيلم كده رضا، واللي فيه احمد حلمي بيقدم بيبو وسمسم والبرنس، 3 توائم بيحبوا نفس البنت وهم في الاخر كلهم نفس الاسم او الهويه، وهو رضا. الفيلم ده بلا مبالغه اعلى مستوى كوميديا في افلام احمد حلمي. الفيلم ده قلد فيه رفيق كفاحه وهو محمد سعد في تعدد الشخصيات، وقال انه ما يقلش موهبه في انه يعمل كذا شخصيه بنفس التمكن والشطاره. وفي الوقت اللي كان بيحتاج فيه محمد سعد يبدل لبس ومكياج، انا اكاد اجزم انك تقدر تميز بين البرنس وبيبو وسمسم، التلاته كوبي بيست. الفيلم ده من كتابه احمد فهمي، وطبعا تاني اعلى دويتو نسائي لاحمد حلمي مع منة شلبي، وباقي الادوار جامده سواء خالد الصاوي او لطفي لبيب. انا مش هتكلم عن كوميديا الفيلم او المواقف اللي فيه ولا فكرته الكرييتيف ولا كل الكلام ده، ولولا ان في الافلام الجايه في ليفل عالي في التمثيل وباقي العناصر كان الفيلم ده هيكون في حته اعلى جدا. يلا رقم 4. 3 2 1. اكس لارج، الفيلم اللي بيجوعني ويجوعك وبيجوعنا كلنا. مجدي اللي بيحب بنت، ورغم انه بيعمل كل حاجه حرفيا علشانها لكنها بترفضه علشان عجل، علشان تكون التجسيد الحرفي للبنت التوكسيك. الفيلم اللي من اخراج المخرج الكبير شريف عرفة، ويقال ان الفيلم ده كان مكتوب اصلا لعلاء ولي الدين الله يرحمه، بس بسبب وفاته اتركن لسنين. الاداء التمثيلي كالعاده زي الفل من الجميع، ومحمد شرف رجع ينور القايمه. هو صح دور صغير لكن جميل طبعا، زي الرجاله اللي انت ماشيه معاهم يا بيه. ده انا صبري بواب، انت مش شايفني؟ وطبعا مش هننسى دنيا سمير غانم، فنانه انعام سالوسة صاحبه اشهر ميم في الفيلم. اسمع يا ابن المكنه. الفيلم اخراجيا وكتابيا هايل جدا، وشكل الكرش والدهون لاحمد حلمي كانت مظبوطه بشكل كبير، لدرجه ان انا طب ولا هتقول عليا مجنون، انا يا جدعان قعدت فتره كبيره مش واخد بالي ان ده احمد حلمي، كنت بشوف الفيلم وانا فاكره نجم جديد. وبجانب الكوميديا الفيلم بيقدم مفهوم حلو لتقبل الذات والشكل، وان الشكل مش مهم قصاد حقيقه الانسان. واللي قدم التفصيله دي كويس جدا في الفيلم الفنان ابراهيم نصر في احسن اداء ليه من سنين طويله. انت متخيل ان الفيلم ده جاب ايرادات عاليه جدا في سنه الثوره، فانت متخيل لو كان في سنه تانية كان ايه اللي هيحصل، كان ممكن يجيب كام مثلا. بس للاسف زي ما في حاجه كويسه في حاجه وحشه جدا بالنسبه لي، ان الفيلم ده اخر احسن فيلم في افلام احمد حلمي. المهم يعني جاهز بقى تعرف مين التوب 3؟ يلا بينا. 3 2 1. رقم 3 عسل اسود، الفيلم اللي بيحكي عن مصري الشاب اللي اتغرب عن مصر سنين في امريكا، ولما رجع لها بعد سنين من الغياب اتفاجئ باللي شافه واللي عاشه. الفيلم اللي كان المفروض هيعمل دور بطولته عمر الشريف، وحلمي كان هيعمل دور السواق راضي مع زياده الدور، لكن اتغيرت كل حاجه وبقى حلمي البطل للفيلم بعد طبعا انسحاب عمر الشريف. وبرده كان هيعمل دور راضي في الترشيح الاول محمد شرف، لكن مرضه وقتها منعه وعمل الدور لطفي لبيب. وبنشوف هنا حاجه انسانيه وجميله جدا، ان لطفي لبيب لما عمل الفيلم ده اتنازل عن اجره لمحمد شرف. وبص بقى يا جدعان، انا عارف ان في ناس كتير هتتكلم وتقول لي ده مش المركز الاول، ده جامد جدا، ده ما حصلش. تعالوا نتفق ان الفيلم حقيقي متكامل، كتابه اخراج تمثيل. صوره الفيلم مزيكه عمر خيرت بنفسه، طبعا اغنيه فيها حاجه حلوه. بس لما ركزت مع الفيلم ده تاني وبعد ما راجعت شويه نقاد لحاجات ما كنتش واخد بالي منها، لقيت ان الفيلم حرفيا بيدس السم في العسل الاسود. الفيلم قدم سلبيات كتير عن مصر وقتها، وقال ايه كان الحل في رؤيه صناع الفيلم؟ هو انك تنزل تفطر فول. انزل يا عم افطر فول واضحك مع اهل مصر الطيبين، خد لك صوره على النيل، وده عادي جدا انه هيغطي على البطاله والمحسوبيه والواسطه واللي بيجي لها اجنبي فعلا مش كلام اغاني. بس يلا يعني ما حدش يعرف، جايز في حاجات ما سمحتش بيها الرقابه. وتعالى بقى نتكلم كلام غير رسمي، الفيلم ده من اكتر الافلام اللي اتسربت له مشاهد محذوفه مش في النسخه اللي اتعرضت. يلا بينا الرقم 2. جاهز؟ 3 2 1. الف مبروك. الف مبروك الفيلم اللي بيحكي عن احمد اللي بيعيش يوم فرحه كتير بسبب ان اليوم بيتعاد بسبب امنيه اتمناها، ورغم ان اليوم بيتعاد بكل تفاصيله الا ان احمد في كل مره بياخد قرار مختلف، والاهم انه بيفهم مشاكله وانه قد ايه اثر في حق اهله وبيبطل يكون شخص اناني. الفيلم اصلا فكرته الاصليه بترجع لاسطوره يونانيه اسمها صخره سيزيف، فيها شخص اسمه سيزيف بيرفع صخره على جبل كل يوم للابد، لانه كل مره يقرب من النهايه بيرجع يعيد من تاني والصخره تقع عليه فينزل يجيبها ويطلع فوق وهلم جرة. الفيلم من كتابه محمد دياب مخرج اسد، فحرفيا
عشان الفيلم ده كان اشهر حد فيه هو احمد حلمي، وباقي الممثلين يا لسه شباب بيبداوا زي فراج وساره عبد الرحمن وغيرهم كتير، او ناس حبت المجال وما قدرتش تمثل قبل كده زي الفنان محمود الفيشاوي اللي عمل دور والده اللي توفاه الله بعد ما حقق حلمه. فيلم فيه كوميديا مواقف وافيهات وفي مشاهد دراميه ما تشوفهاش في فيلم نكد زي ده، في تطور رهيب للشخصيه وذكاء في حكي القصه وتفاصيلها قد يكون مش من مفضلات ناس كتير، لكن حقيقي جرب تشوف الفيلم ده بشكل مختلف وهتكتشف انك بتحترم المجهود اللي فيه. يلا بينا بقى، ايه، جاهزين لرقم 1 3 2 1. خيال مآتة. اسف بهزر والله انا اسف. يلا بجد بقى 3 2 1. صنع في مصر. انا اسف يا جدعان بهزر برضه. فيلم اسف على الازعاج، الفيلم اللي بيحكي عن المهندس حسن العبقري اللي برغم عبقريته فهو وحيد ومنطوي عن كل الناس علشان فاكرهم بيكرهوه، واكتر اتنين بحبهم هو والده وحبيبته فريده، واللي لولا وجودهم في حياته كان زمانه اتجنن. ايه ده، انا حرقت الفيلم بالغلط، انا اسف يا جدعان. الفيلم ايقوني بكل معنى الكلمه، احسن اداء لمحمود حميده ومنى شلبي، دلال عبد العزيز، وطبعا محمد شرف اللي قدم فيه افضل اداء في مسيرته. يعني انا قطر اللي فوتني، قطر الشغل، قطر العمر، قطر الجواز. تركب قطر الشغل يا دوب تعمل لك قرشين، طلع قطر الجواز فات، وهو قطر العمر يتقلب بيك في قليل. تصدق انا معيش حق نضاره، والله معيش حق نضاره، ونظري كل يوم بيضعف عن اليوم اللي قبله. الحياه بتختفي من قدامي بالتدريج. لما قربت تعين حياه ابوك يا شيخ، لو عندك نضاره حتى لو عن نص ده. يا عم خلاص في النبي بقى، خلي الكاميرا مع حد غير. الفيلم ده في سنه 2008 كان نقله في افلام احمد حلمي من الكوميديا العائليه لمجرد الكوميديا لحاجه اعمق من كده بكتير. فيلم ما تنساهوش لما تخرج منه، فيلم بيسيبك قدام اسئله كتير واحاسيس اكتر تحسسك انك بتتفرج على حاجه عبقريه. مشاهد كوميديا تضحكك ومشاهد حزينه تدمعك، لا بجد تدمعك بجد. مشاهد مواجهات رهيبه. حقيقي احمد حلمي قدم احسن نسخه من نفسه في الفيلم ده، وطبعا سواء فكره الفيلم متقلده من الفيلم الامريكي A Beautiful Mind ولا لا، بس هيفضل فيلم جميل بحاله خاصه. وحقيقي نفسي حلمي يرجع للنسخه دي من نفسه تاني، لان افلامه دلوقتي تتفرج عليها علشان بتحب احمد حلمي، خلص الفيلم ده وانت حاسس ان انت بتتفرج على يعني وده كله بسبب ان احمد حلمي للاسف توجه للافلام التجاريه اللي بتجيب ايرادات، مش الافلام اللي ليها معنى ولا الافلام اللي بنحبها ولا الافلام اللي تضحكك ضحك حقيقي ولا الافلام اللي تخليك حزين فعلا ومتاثر. يا راجل ده اسوأ فيلم وهو صايع بحر احلى من احلى افلام احمد حلمي دلوقتي، متخيل؟ فاتمنى الراجل ده يرجع لافلامه زمان لاننا بنحبه هو نفسه قبل ما نحب افلامه. فبس كده، شاركني برايك في الكومنتات انت كمان، وقول لي الترتيب الخاص بيك انت بقى، وما تنساش تقول لي مين الممثل اللي كان ناقص في الفيلم اللي انا قلت لك عليه. واخيرا جبت كام فيلم صح من ال10 افلام بتوع النهارده. اعمل سبسكرايب لمشروع زحل بقى.